السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني، كيف حالكم؟ طبعا رجعت لكم بفيديو جديد اللي هو طريقة الكوكيز. زي ما تشوفوا هنا في المكونات معاي، خلينا نبدأ نسوي بسم الله مع بعض. طبعا زي ما تشوفوا هنا في بيضتين، بس انا حنستخدم بيضة واحدة. عندي هنا 100 جرام من الزبدة، كوب ونص من دقيق، نص كوب سكر بني، او لو كان ما عندكم سكر بني تقدروا تستخدموا شوية رب عليه لين يولي نفس اللون هيك. عندي ربع كوب سكر ابيض، عندي طبعا فانيليا، عندي هنا كشيك صغير زي ما تشوفوا معاي، ربع كشيك صغير بكربونات الصوديوم، وعندي هنا شوكولاتة الحلويات. عندي هنا طبعا استخدمت شوكولاتة مايسترو، هي الأفضل انكم انتم تستخدموها صادة زي ما تشوفوا معاي، بس أنا استخدمت فيها البنتخ، بس عادي مش مشكلة لأن هي حتكون حشوة من داخل. حندير حاجة ونرجع لكم. طبعا أول حاجة حنصب اللي هو قلنا 100 جرام زبدة. أول حاجة هذه شوفوا معاي كيف صبينا. هنصب نص الكوب السكر البني، هنصب السكر العادي. طبعا هذه اول المكونات، هنحركوهم مع بعضهم شويه. شوفوا معاي، شوفوا كيف نحركوا فيه، لازم يلتم السكر مع الزبده كامل. طبعا مش هنرمي المره هذه اللي مش تطيب يعني. شوفوا معاي، هنخليكم باذن الله معاي فقره فقره. شوفوا كيف. طبعا استخدمت العجانة اللي هنستخدموها في المكونات الأخيرة. لو ما عندكمش عجانة عادي مش مشكلة يعني، مش ضروري. هنحركوا المكونات ونرجع لكم. طبعا هيك بعد ما حركناها ودابت الزبدة وتخلطت مع السكر، هنضيفوا بيضة زي ما تشوفوا معاي، ورشة من الفانيليا شوية، مش هلبة مكتروش. وهنحركوهم مع بعضهم. شوفوا كيف نحركوا فيهم مع بعضهم. لازم السكر والزبدة والبيض يتحركوا مع بعضهم. شوفوا كيف نحركوا فيهم توا. طبعا حيكون في فيديوهات تانية حماسيات لشهر رمضان، حنوريكم كيف حنجهز لرمضان. شوفوا كيف تبدأ هي. حنحركها ونرجع لكم. هيك بعد ما حركنا الدحي يتماسك كلها مع بعضها، حنضيفوا الكشيك النشا، البيكربونات والملح. شوفوا كيف ضفناهم. حنحركوهم، نعطيهم تحريكة بسيطة. شوفوا كيف تبدأ سايلة هي. لازم عجينتها ما تجيناش يابسة، طبعا ما تجيش يابسة باش ما يكونش يابس هو اصلا في الاساس. طبعا دقيق حنضيفوه بالتدريج لين نحركه ونشوفوا قوامها. حنحركوه ونرجع لكم. طبعا هيك حطيناها في العجانة، حنخلوها تعجن مع بعضها وحنرجع لكم. طبعا هيك بعد ما نخلو فيها تعجن توا. شوفوا اما واحدة استخدمتها للعجانة. طبعا هيك بعد ما زدتها شوية دقيق، الصوت شوية مش واضح، زدتها شوية دقيق، حنخليها تتحرك ونرجع لكم. طبعا هيك بعد ما حركناها كل شيء زدتها شوية دقيق لانها جتني رطبة من بكري قلت لكم. شوفوا طبعا حنضيف عليها الشوكولاتة. هي الافضل انكم انتم تستخدموا شوكولاتة الدوائر، بس انا ما عنديش ما حصلتش استخدمت هي. شوفوا كيف حنحركوها باش تكونها تدير شوكولاتة. حركوها على خفيف طبعا، عودوا معاي. شوف كيف نحركوا فيها على خفيف، مش كلها تدير شوكولاتة يعني. شوفوا كيف. لازم نخلي الشوكولاتة كلها ما تقعدش برا، لازم كلها تلصق في العجينة. طبعا نزلتها مرة هنا بطريقة، وهي الطريقة ما كانتش لي يعني، فهذا توا نجربوا فيها احنا بروحنا هيك. شوفوا زين ندخلوا العجينة الواحدة. حنحركوها ونرجع لكم. طبعا هيك بعد ما لميناها حنخلوها ترتاح ساعة كاملة في الفريز. بعد ما ترتاح حنرجع لكم. هيك طبعا هيك بعد ما طلعناه من الفريز، شوفوا كيف عجينته قوامه مش يابس هلبة ومش راخي هلبة.
هنا حطيت شوكولاته في الفيس. طبعا هنا درنا كركوبه، يعني لفيناها هيك وحطينا فص الشوكولاته من داخل. حنوريكم توا كيف بنديروها. هاي شوفوا معي كيف نديروا فيها. نفتحوا فيها، طبعا درناهاش كركوبه، نفتحوا فيها طول فاطر شوكولاته ونكركبوها. شوفوا كيف تديروها، يعني كيفاش تجي منظرها بنين. شوفوا معاي، نحطها في الطاجين. بعد ما نديرو كله حنرجع لكم. طبعا هيك وصلنا. بعد ما كركبناها كلهم، استنوا معي النتيجة بعد ما يطيب. طبعا لازم اخلوا بيناتهم مساحة، لان هي بتنطرح هيك طبعا تتوسع، فلازم اخلوا بيناتهم مساحة. فاستنوا نتيجته في التطيب. طبعا هيك وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو، وهذه النتيجة. شوفوا معي من داخل كيف شكله. شوفوا معي من داخل، طبعا طايب زين من داخل، خفيف، ومن برا في القرمشة. طبعا متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. وان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.